49 سنة، مواليد 62، حاصل على بكالوريوس علوم وتربية قسم رياضيات دفعة 85. لاعب كرة قدم سابق بنادي غزل شبين، وحكم بالاتحاد المصري لكرة القدم سابقا. بالنسبة لفكرة الترشيح في لعضوية مجلس الشعب، رشحت نفسي من أجل الطبقة الكادحة، وهذا ليس كلام لأني منهم. رشحت نفسي من أجل الظلم الواقع على المواطن البسيط. فكرة الترشيح نشأت لأني وجدت أن عضو مجلس الشعب مطلوب يبقى خادم لكل الناس، المفترض يتواجد معهم دائما، ولكن للأسف الشديد من خلال العمل السياسي منذ سنوات أجد أن عضو مجلس الشعب عندما يتم له التوفيق يبتعد عن الناس. فأنا حبيت أثبت للمجتمع أن المفترض يكون عضو مجلس الشعب متواجد. احنا في أخطر مرحلة في تاريخ مصر، فالمفترض عضو مجلس الشعب أصبح مسؤول مسؤولية كاملة عن سن القوانين، عن العدالة الاجتماعية، عن الرعاية الصحية للمواطنين. وليا برنامج انتخابي مش بعتبره برنامج، ولكن بعتبره حلم نريد تحقيقه. لأن أنا في رأيي أن أي شخص يقول لي برنامج انتخابي وهحققه، أعتقد أنه غير صادق مع الناس، لأن صعب تحقيق برنامج انتخابي في ظل ظروف البلد الحالية، ولا يستطيع شخص من أعضاء مجلس الشعب تنفيذ برنامج انتخابي بعينه. ولكن أنا بعتبرها شوية أحلام بنحلم بيها، وبيحلم معايا المجتمع المصري بأكمله. فاسمح لي أقول لك بعض المقتطفات من البرنامج الانتخابي بتاعي. اسمح لي بقى يا أستاذ محمد ألبس النظارة. واحد، اتفضل. أنا زي ما قلت لحضرتك يا أستاذ أحمد إن صعب نقول برنامج انتخابي، ولكن احنا قلنا حلم. الحلم إن احنا نحارب الفساد في كل مكان، ومحاربة الفقر والاهتمام بإنتاجية المواطن. أنا بطالب إن يكون هناك تشريع يقول إن حصانة النائب بتعتبر داخل أسوار مجلس الشعب فقط، وهو كمواطن عادي يعامل مثل كل المواطنين خارج مجلس الشعب. بالنسبة مثلا للاقتراض من الخارج، أنا ما بشجعش الاقتراض من الخارج. عايز يبقى فيه اكتفاء ذاتي والاعتماد على مواردنا اللي موجودة وغنية، سواء كانت غاز أو كهرباء أو سياحة أو زراعة أو صناعة. احنا بلد غنية جدا. بطالب بالحرية، بطالب بالعدالة، بطالب بالمساواة بين المواطنين جميعا، ولابد من سيادة القانون يحكم الجميع، سواء غني أو فقير أو كبير أو صغير أو ذو جاه أو ذو سلطان. كل الناس سواسية أمام القانون. عايز تنمية الموارد القطاع الزراعي باعتباره أكبر المشاكل اللي موجودة حاليا في مصر. الاهتمام بالعشوائيات، واحنا عندنا عشوائيات كتيرة موجودة في مصر. واهتمام بالمراكز الشباب، لأن أنا أعتقد أن الشباب هو الدرع الواقي وهو أساس المجتمع، والمفترض هو بقى اللي يتولى زمام الأمور. الدولة البنكية في نظري دولة فاشلة جدا، ويجب على البنوك دعم البورصة بإنشاء الشركات. عايز يبقى هناك تطبيق قانون محاكمة الوزراء ومحاكمة رئيس الجمهورية. مطلوب اهتمام عالي بالباحث العلمي، ويبقى في نهضة علمية حقيقية في مصر. لأن لا أخفى عليك سر،
إن ممكن الطالب يتخرج حاليا من الدبلوم لا يستطيع القراءة والكتابة، فمش متخيل أنا حاجة زي كده. مناقشة الخطة والموازنة بتاع الدولة سواء من حيث إيجابياتها أو من حيث سلبياتها وتأثيرها على المواطن البسيط، على أساس إن كل واحد ياخد حقه في المجتمع. بوجه كلمة للمرشحين، أقول لهم إن عضوية مجلس الشعب في نظري تكليف وليس التشريف، لأن كل ما زاد المسؤولية كل ما كان الحساب أكبر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فعايز المعركة تكون معركة نظيفة، معركة شريفة، الصندوق اللي يحكم، وفي الآخر إحنا أسرة واحدة والكل بيتهافت على خدمة المواطنين. ندعي ربنا سبحانه وتعالى أن يولي علينا من يصلح يا رب العالمين.